الحمد لله. متى تدرك الجمعة ومتى لا تدرك؟ إذا ذهبت إلى المسجد ووجدت الإمام قد دخل في الصلاة فهل تدرك الجمعة؟ نقول إذا أدركت مع الإمام ركعة تامة فقد أدركت الجمعة. مثلا وجدته في قيام الركعة الثانية أو وجدته في ركوع الركعة الثانية وأدركته راكعا واطمأننت راكعا فقد أدركت الركعة. جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فقال أبو حنيفة وأبو يوسف أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ولكن ما ظاهر ما استدل به الجمهور أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني جاء في رواية ابن ماجه: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. إذا جئت ووجدت الإمام في الركعة الثانية في قيامها أو في ركوعها وأدركته راكعا واطمأننت فقد أدركت الركعة. أما إذا جئت ووجدته مثلا في اعتدال الركعة الثانية أو وجدته في السجود في هذا أو في التشهد، في هذه الحالة تدخل معه وتنوي الجمعة، ولكن تصلي ظهرا 4 ركعات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.